قولي تاني. كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. واحد اتجوز على مراته من وراها، وبيرجع لحضرتك الفتوى دي، بيقول انا سمعت الشيخ مبروك عطيه بيقول انه من حقه يخبي على مراته ويخبي على الدنيا بحالها، ويخبي على الدنيا بحالها، وهو حر. وهي لما تعرف، وقت ما تعرف عرفت، تقول له غور في داهيه انت وهي، يقول لها لا انت اللي هتغور. المتضرر هو اللي يمشي. الراجل لا سندوتش ولا فريك محب الشريك، الراجل له 4. ماشي. والراجل ملوش ولي. ماشي. ولا مراته لها دعوه بجوازته الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. حضرتك اسمعني. ضنايا اسمعيني يا اختي. هو اتجوز وغلطان، دي ورقه ثانيه. هو ابن 66 ده ورقه ثانيه. اسمعني يا بنت اسكتي. انا لو سمعتك 10 سنين هغير كلامي. لا، راجل متجوز طلاق. يا بنت اسمعي. يا بنت اسمعي يما، اسمعي عمك واخوك وابوك واستاذ. الراجل يتجوز يا اختي على مراته، لا يقول لها ولا يجيب لها سيره، وجوازته صحيحه 100%. ماشي. بص حضرتك، في العلاقات الزوجيه دايما الشيوخ بيفتونا ان حتى لو حاجه من حقه وحتى لو حاجه مش من حقها تعرفها، لكن حفاظا على العلاقات ونقائها، انه ممكن يتجاوز عن الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. انا بقى معاكي. الشيوخ اللي بيقولوا لك، لحظه واحده، الشيوخ اللي بيقولوا الكلام ده لا شيوخ ولا يفهموا حاجه، بالراحه خالص، ومن غير ما نجيب اسم واحد ولا نبهدله. لا من غير ما نجيب اسم يا حبيبتي، دول شيوخ احدث موديل يا بابا. انا بتكلم، يعني بتكلم يا بنتي. هشكرك، سلام عليكم، عشان اعرف اقول جملتين من غير انفعال. هي الوليه جوزها اتجوز، عايزه تولعه وتولع في اللي قال له جوازتك صحيح. افهموا ارجوكم. انا اتسال سؤال، واحد اتجوز على مراته من غير مراته ما تعرف، انا يهمني ايه؟ جوازته الثانيه صحيحه ولا لعب عيال؟ جوازته الثانيه صحيحه. واي دبليو اتش واي، لان المراه ولا حتى امه لها دخل بجوازه في صحته او فساده. اللي عايزه ولي البنوته، المراه لو كان عندها 1000 سنه. انما الراجل يتجوز، الشاب يتجوز من غير ما يقول لاي حد ولا ابوه ولا امه، وراح وهو اهل للجواز وبيشتغل واختار واخطأ او اصاب، وراجل قال له جوزتك بنتي وفي شهود كتبوا بمأذون او لا، انا لا يهمنيش حاجه الا الجوازه صحيحه، لكنها جوازه معدومه البركه، لان ابوه ممكن يموت فيها وامه ممكن تموت فيها وعايزين يفرحوا بيه. كل الكلام ده في الاعتبار انا لا انساه، ولا ادعو الشباب الى تجاهل ابائهم وامهاتهم وروحوا يتجوزوا. لا، انا ليه حاجه واحده، الجوازه دي حلال يا برعي ولا حرام يا مرعي؟ الجوازه دي حلال، ده من ورا ابوه. من ورا ابوه دي لما يسرق اسمه سرق من ورا ابوه يا اخوانا، اسمه اتجوز وهو اهله للزواج. قليل الادب وبره ناقص وما فرحش ابوه وامه، ورقه تانيه انذر بيبر. ركزوا. فانت اصلا جوزك الشيوخ يقولوا لنا، شيوخ مين اللي يقولوا لنا؟ شيوخ يبقوا شيوخ لما يقولوا اللي انا بقوله ده. اسمه اركان الدين، اسمه عزم الامور، اسمه حلال ولا حرام. وبعدين تعالي بقى، هيقعد معاكي كده في البلكونه اقول لك اعملي 2 كوبايه شاي، هتعملي كوبايه الشاي، ويمكن وانت جايه تتهفي وتسرحي كده وبتاع وتعوجي القصه، يقول لك ايه بقى؟ ما انت زي القمر اهو. هيقول لك وحيد الله صلى على النبي يا ام برع، اصل انا عايز اتجوز الحقيقه واحده حبيتها قوي. هترد عليه تقول له ايه؟ على البركه، ربنا يبارك لك بالرفاه والبنين. حبيبي انا كل همي ان انا اسعدك، بس يا رب تكون كويسه، ممكن توريني صورتها؟ والله ده هيحصل. وهتروح الزرغتين يوم الفرح ولا هيجي لك كانسر وشلل من ثقافه المسلسلات والافلام، مش من عند ربنا. ربنا قال انكحوا ما طاب لكم. هو طابت له واحده زانت حلت في عينه وانتي قلعتي له عينه بغابه بهباب. هو مفتري، بلاش وانا هدافع عنه، ده راجل اتجوز. انا عن وجهه نظري الشخصيه هو المفروض لا يتجوز واحده ولا 2 ولا 3 ولا 4. الجواز في هذه الايام معظمه زفت وقطران، لان الجواز يعني قرب 2 لو ما قربوش هيموتوا، ورساله. وانا كل يوم بقول في فرق بين الحب اللي هو الله يرحمه من زمان ما كانش موجود ولا حاجه يعني عشان بس تعرفوا، وبين الزواج. الزواج ده ضروره اجتماعيه ومؤسسه لتفريغ اجيال. ينبغي ان الزوج يكون في منتهى السعاده والزوجه في منتهى السعاده وهم بيطلعوا حد
بينتمي اليهم الاغبياء، ولاد الاغبياء بينتمي اليهم، هيدخلهم الجنه بصلاحه. ربنا هيدوهم على كل خطوه وكل حاجه عملوها عشانه او عشانها حسنات لا اول لها ولا اخر. واذا ضيعوه بغبائهم بتوع الشتا والفاسه، وشفت اللي بتقول له وتعالي انا عملت كمان وانا رحت كمان وانا عملت كمان، قله الحياه. لما يضيعوا العيل بالغابه والله ما هيكسبوا لا دنيا ولا اخره. البيت حضانه، اتحقق الحب perhaps ما اتحققش، الله لا يجيبه. انتوا رايحين همه قوي. انتوا اما ان الاف اي لاف، واما اي ويل ديث واموت وفنائي وكده. لا، يا ريت يجي، يا ريت يعيش بينكم، يا ريت يكون باق وتنتهي العلاقه.